ان شاء الله كابتن اكرامي باذن الله. باذن الله يا حبيبي. كابتن اكرامي طمني على شريف، ايه الاخبار؟ شريف الحمد لله، بس الكلام اللي انت قلته دوت ما حصلش مني على فكره. ده لسه حالا دلوقتي الخبر داخل لي. لا بص يا حبيبي، انا لما اتصلوا بيا امبارح كلموني امبارح على الجزئيه ديت بالظبط كان ردي عليهم ان شريف في عنده قطع في الغضروف ومحتاج انه يعمل عمليه، بس ده اللي انا قلته. لكن النهارده لما ينزلوا ان انا بقول انه محتاج ان هو يسافر فورا عشان يعمل كذا وكذا وكذا، الكلام ده مش مظبوط، مبالغه يعني. ما اعرفش انا، طب مش عارف يعني هم ليه تحريف الكلام كده، مع ان الكلام بتاعي كان واضح ان هو شريف عنده قطع في الغضروف. هو بالفعل كابتن اكرامي القطع في الغضروف جه اثناء مباراه انبي وهو كمل. هو اصلا عنده الموضوع ده بالاول، لكن في مباراه انبي حصل الاصطدام دوت، فيظهر ان هو اثر عليه، حرك الجزء المقطوع من الغضروف دوت، فحصل تعليقه في الرجل. لكن الحمد لله الموضوع مش خطير زي ما الناس عماله تنزل في المواقع والكلام ده يعني. فانا مش عارف ليه تهويل الامور يعني. طب كابتن اكرامي تاخد قد ايه يعني ان شاء الله باذن الله شريف، يعني من اجراء العمليه للعوده للتدريب تاني تاخد قد ايه دي؟ والله بالنسبه للحاجات دي طبعا الطب تقدم جدا والعلاج الطبيعي تقدم، فانا شايف ان حسب اللي عملوا قبل كده العمليات ديت ان ممكن في خلال من 20 يوم 21 يوم لشهر يكون في الملعب عادي خالص يعني. والله طب ده الحمد لله، العمليه بسيطه يعني. طب ده كويس الحمد لله. ده انا ما اعرفش طب ليه الناس بتهول الامور يعني وبيفهموني في حاجات انا ماليش علاقه بيها يعني. ده لا قدر الله، انا كنت فاكر انها ممكن تزيد عن كده يعني، بس الحمد لله انها حاجه كده برضو 3 اسابيع ولا حاجه يبقى ان شاء الله كويس. ان شاء الله 3 اسابيع شهر باذن الله يبقى كويس. وعلى فكره الدكتور ايهاب علي على علم بالكلام ده، ومفروض ان في تنسيق بينه وبين شريف، لكن مستنيين ان هم حسام يجي او يتصلوا بيه او هادي يعني. حسب انا بعيد طبعا عن التطورات بالنسبه للنادي، لكن انا التطورات بتبقى مع ابني فقط. فانا شايف ان الامور سهله وبسيطه وما تتضخمش بالظبط بالشكل اللي بينزل على المواقع يعني. الحمد لله ان انت طمنتنا، وان شاء الله كابتن اكرامي باذن الله يعمل العمليه ويرجع سليم باذن الله. شريف افضل من الاول كمان ان شاء الله. حبيبي ربنا اشكرك يا كابتن اكرامي، كل سنه وانت طيب يا كابتن. ان فعلا الاخبار كتير على موضوع شريف.